نهاركم سعيد يا سادس، كيفكم يا أبطال؟ شو أخباركم يا حلوين؟ اليوم بإذن الله رح نراجع ما تم أخذه في الأسبوعين السابقين. سنراجع درس الفرج بعد الشدة. طبعا قلنا أن الفرج بعد الشدة هي عبارة عن قصة، والقصة هي فن أدبي كتابي يحتوي على مشكلة لها حل ولها عناصر. ما هي عناصر القصة؟ زمان، مكان، أشخاص، حوار، وعقدة اللي هي المشكلة، وحل. المشكلة التي كانت عندنا أن الوزير غضب من الحاكم. ليش؟ لذنب أو خطأ قام به. هل عرفنا الخطأ؟ لا، لم نعرف الخطأ، لكن الحاكم حبسه في بيت ضيق ومظلم جدا، ألبسه ملابس خشنة، طعامه كان ماء، ملح، خبز شعير. وفي هذه الفترة كانت سحنة الوزير وصحته على حالها، لم يضعف، لم يهزل، لم يبدو عليه الاشمئزاز أو التعب من هذه الفترة. عندما سئل لماذا، قال لأنه استخدم 6 وصفات. الوصفات كانت الثقة بالله عز وجل، والثانية علمي بأن كل شيء بيد الله وكل شيء مكتوب لي، والثالثة أفضل دواء لأي شخص ممتحن هو الصبر، والرابعة إن لم أصبر أنا شو أعمل؟ مهما عملت لن يكون هناك حل إلا الصبر، والخامسة يمكن أن أكون في شيء أكثر من هذا الشر، والسادسة من ساعة إلى ساعة فرج، فعفى عنه الحاكم. ثم أخذنا جمع المذكر السالم وقلنا أنه يرفع بالواو، ينصب ويجر بالياء. مثلا كلمة مسافر، لو قلنا أريدها جمع مذكر سالم، مسافرون، مسافرين. معلم، أنا أضيف واو ونون أو ياء ونون لجمع المذكر السالم. معلم، معلمون، معلمين. مسلم، مسلمون، مسلمين. طيب، المسلمون كثر في البلاد العربية. لو قلت ما أعرب المسلمون، فيها إذن هي جملة اسمية، مبتدأ مرفوع. ما هي علامة الرفع لجمع المذكر السالم؟ مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. طب لو قلت كرم المدير المجتهدون، أين الكلمة التي فيها جمع مذكر سالم؟ المجتهدون. كرم فعل، المدير فاعل، المجتهدون مفعول به منصوب. ما هي علامة النصب؟ الياء، منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. وأيضا أخذنا علامات الترقيم الفاصلة، النقطتان الرأسيتين، علامة التعجب، علامة السؤال، والفاصلة المنقوطة. قلنا علامة السؤال متى أستخدمها؟ عندما يطلب مني أي سؤال. طب علامة التعجب عندي الصيغتين لازم أحفظهم، ما أفعل وأفعل به. ما أجمل السماء، أكرم بزيد. النقطتين الرأسيتين لها استعمالين، الاستعمال الأول بعد قال أو حكى، والاستعمال الثاني عند قبل التفصيل. مثلا عندي 3 أولاد أو عندي 3 غرف، بدي أفصلهم أحكي عنهم، أضع علامة نقطتان رأسيتان. الفاصلة هي التي تفصل بين الكلمات والجمل. الفاصلة المنقوطة بين السبب والنتيجة. مثلا لما أقول لو قلنا أيضا الطالبات تحب رزان، لماذا؟ لأنها تساعد الجميع. ماذا سأضع؟ علامة فاصلة منقوطة. لما أقول ابتعد عن الصاحب السيء لأنه يريد أن ينفعك فيضرك، ماذا سأضع؟ فاصلة منقوطة. هيك بنكون رجعنا ما تم أخذه في الأسبوعين السابقين. نهاركم سعيد ويعطيكم ألف عافية.